يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نور من مطبخ مودي وسيلة. آه داخلة داخلة حامية متحمسة، مبسوطة، مش عارفة. ربنا يبسطنا جميعا. انا ببقى مبسوطة لما بعمل، لما بنزل اشتري حاجات او بنزل، بحس ان انا بغير جو، بحس اني ببقى مبسوطة، مش عارفة ليه. بتهيالي كل الستات زي كده على ما اعتقد يعني. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل بقى في المفيد. ده البوكس بتاع المفاتيح، افتحه معاكم. تمام، دي مشتريات طبعا اهو، مفيش مشكله، انا كده كده هفتحه فقلت افتحه معاكم اهو. ان شاء الله الدنيا تبقى واضحه. سو فوق من جوه كده في 3 اماكن للمفاتيح، من هنا برضو 3 اماكن للمفاتيح، ومن هنا عشان تعلقيه في المسامير. تمام، جنب باب الشقة مثلا هتعلق ايه كده. بس هو شكله كيوت قوي، امور خالص خالص. بكام ده؟ ب14 علقة مفاتيح خشب ب14 جنيه. تمام. سمعت اسعار كده خيالية على النت، مش عارفة ايه الفرق يعني. محدش يقولي بقى الخامة والخشب والكلام ده، عشان خاطر هو خامة الخشب حلوة قوي مش وحشة. مدهون كويس، حق الفينش بتاعه كويس، حاسة مفيهوش اي غلطات. دي حاجات لازقة، مش غلطات. بصوا اهي بتطير اهي. فخامته حلوة وسعره تحفة بصراحة. هو كان عاجبني كشكل من بعيد كده، امور خالص. تمام، دي اول حاجة اهو. كنت بسمع اسعار فلكية كده على النت، ما علينا. ده منظم برضو، ده جايبة منه 2 للتلاجة، وجايبة واحد مش عارفة لسه. احتمال يا اما احط في المطبخ واحط فيه حاجات على الرخامة كده تبقى قريبة من ايدي، يا اما مش عارفة لسه هحط. بس الاكيد ان في منه 2 للتلاجة. تمام. ودوت بكام؟ ده تقريبا على ما اعتقد بمية ايه، ب18 جنيه. ايوه ب18 جنيه اهو. 18 في 3 ب54. يبقى دول ايه؟ 3. اللون ده واللون ده هو اللي كان موجود، اللونين دول بس. وانا لقيته هنا عندي في فيصل بسأل عليه، يبقى هو ب18. قال لي ب25 تقريبا، ب30 حاجة كده، والله العظيم قال لي سعر يعني اوفر. ما علينا. دول تاني حاجة. تمام. دي بقى اللي هو زي مج كده بنصب بيه في الكب كيك، او انا جايباه الغرضين. الغرض الاساسي فيهم بصراحة الكب كيك، لاني بتعب قوي ما بعمله بالمعلقة. احنا وصلنا ده قلنا للكب كيك عشان بيبقى صعب بصراحة بالمعلقة وكده. وبصوا انا عايزه اقول لكم طريقه اوضح ليه، اوريكم. هي فكرته ان دي بتتفتح فبينزل السائل او العجين منه من هنا كده. هو شكلا وخامه حلو، يا رب يطلع في استعمال حلو. ده كان ب41 جنيه. تمام. نيجي اللي بعد كده، دي هراسة البطاطس او اي حاجة بقى ممكن تسلقيها وبتبقى محتاجة هرسة او كده، فممكن نستخدم دي ايديها سيليكون، والهراسة نفسها يعني ناشفة شوية تقريبا، اكريليك او حاجة كده، بس نضيفة حاجة. كان في منها ستانلس، بس انا ما حبيتش الستانلس عشان احيانا صراحة الستانلس بيصدي، فانا تفاديت حاجة زي كده ومرضيش اجيبها. جبت ديت تقريبا كده هي ب11 جنيه. هراسة فول سيليكون، هي يعني ممكن تنفع للفول، بس الفول اللي هو هيبقى حاجة بكميات يعني. نيجي بقى للحاجة اللي قلبة
اللي قلبة الدنيا وقلبة الفيسبوك قلبة مصر كلها. الطاجين الامور الزغنطط ده طلع اصغر من الصور بكتير، حجمه صغنن خالص خالص، يمكن الكاميرا كمان مكبراه، مش قادره اقول لكم. بصوا هو كده، ده حجمه، بص الصابعين مش مفتوح يعني كده، تمام. بيقولوا ان هو بيخش الميكرويف، فهو لو بيدخل الميكرويف هيبقى حلو جدا. ليه؟ عشان خاطر طبعا هنعمل فيه رز بلبن ومهلبيه بقى وكاستر بقى والحاجات الجميله بتاعت رمضان ان شاء الله، او غير رمضان طبعا. بس انا بستخدم كتير، والبولات اللي عندي حجمها كبير، ساعات ما بنقدرش يعني الفرد الواحد ما بنقدرش ناكل البوله، فساعات بطلع بوله ليه انا وجوزي وابني، احنا التلاته ناكل منها واحده، بتبقى كتير. لكن دي متهيالي تاخد معلقتين تلاته، فحلوه عجبتني كده، عشان كده عجبتني جدا عشان هي حجمها صغير. فطبعا دي مدوره، فانا جبت منها 2 لان 6 طبعا صغنططه، فمش هتاخد الكميه اللي انا هبقى عاملاها كلها طبعا. وفي بقى المستطيل، فحبيت المستطيل، مش قادره اقول لكم صغنن قد ايه، مش قادره، بس شكله كيوت قوي، والايدين بتوعه حلوين قوي. فانا جبت طقم من ده وطقم من ده، تمام. ده او ده ب 18 جنيه الطقم. سمعت اسعار كده على الفيسبوك، سمعت اسعار كده غريبه شويه، ما علينا. الحمد لله ده المكان ده كويس. دي الاطباق دي امامير قوي، عباره عن فراشات كده، دي الوانهم، ليهم زي رجول كده من تحت، يبقى واقف كده مسنود. مش عارفه انا هستخدمهم في ايه، بس هم عجبوني. ممكن استخدمهم بقى لحاجات، ساعات ببقى عايزه احط بونبوني كده بيبقى بشوكليت سوداني، اللي هو بشوكليت او لب او اي حاجه لابني مثلا، عشان خاطر يعني بتبقى كميات صغيره، فببقى عايزه اطباق صغيره. انا عندي مش ما عنديش، بس شكلهم امور وكيوت قوي للاطفال. فانا جبت اللون ده واللون ده، بس انا هدي منهم واحده لاختي، هي كانت طالبه مني واحده، تمام. نيجي الورق ده بتاع الكب كيك. انا جبته قبل كده من رنين، جبته مش فاكره كان بكام بصراحه، ب10 او حاجه كده يعني، كان غالي. فصراحه انا جبته من عندهم، حلو قوي. بصوا دول تقريبا مش عارفه 50 ورقه او مش عارفه كام بصراحه، بس هما كتير يعني كتير، فدول ب5 جنيه، تمام. فانا جبته عشان الكب كيك، تمام، ما فيش غنى عنه يعني. دول ب5 جنيه. دي العلبه دي عباره عن ايه بقى؟ كفر لفرشه الاسنان. خليني اوريها لكم اهو، عباره عن كده. الفرشه هتتحط، هنحط فيها الكفر. لو انتي بقى مسافره، رايحه باتي عند مامتك، رايحه في اي حته ومضطره تاخدي فرشه معاكي، فايه بدل ما نحطها في كيس في قلب الشنطه شكلها يبقى مش لطيف، او تحطيها مع الميك اب والفرشه تتبهدل وكده، فالكفر ده انا لقيته حلو قوي ومناسب. الكفر ده ب2 جنيه ونص، تمام. احنا 4، فانا جبت 4 لينا انا وبنتي، بس لما تكبر ان شاء الله. جبنا الالوان الفاتحه والالوان التانية دي البابانا والموجي. جبت واحد لاختي الكبيره وواحد لاختي التانية الاكبر مني، انا اصغر واحده عامه. ده ب2 جنيه ونص. جبت الطبق ده شبه اللي عندي اللي انا بعجن فيه، بس امور كده مربع وشكله حلو. ساعات ببقى محتاجه احجام اطباق صغيره، تمام. الطبق ده تقريبا كده ب12 جنيه، ب12 جنيه. بيخش يعني على ما اعتقد لما رسمين عليه كده، بيخش غسالة الاطباق يعني هو مكتوب عليه رقم 5، يعني بلاستيك حلو. هنجربهم مع بعض. ده الطبق ده ب12 جنيه. الازازة دي بقى انا جبتها برضو، حلوة قوي، خامتها عجبتني جدا، برضو رقم 5. هي لتر كامل. حلوة. انا بحب الازاز تكون بقها واسع، بحب اعرف اشرب كده وارتوي، بعرفش اشرب من الازاز من بقي ضيق، عارفه ليه. هي كانت الوانها كتير حلوه بصراحه، اللون ده عجبني
واللون الموف طبعا انتوا عارفين الموف بالنسبه لي. فالازازه دي كانت ب25 جنيه، فجبت 2. دول مش هاخدهم معايا مثلا وانا خارجه ولا حاجه، لا دول انا هملاهم واحطهم في البيت بدل ما املى الازاز اللي هي البلاستيك والكلام ده، الحاجات اللي بتتفاعل مع الميه والكلام ده. فانا حابه ان انا املاهم لما ساعات الميه تقطع او حاجه، او احنا بناكل على الاكل ببقى حابه ازازه، او جنبنا في اوضه النوم مثلا، عشان خاطر ابني بيبقى بيعطش ساعات وهو نايم. فانا جبتهم، انا جبت واحده واصغر منهم، لونها شفاف عادي، كانت من كارفور، كانت ب30 جنيه. فدي حلوه، 25 ولتر كامل. التانية اللي انا جبتها من كارفور ما كانتش لتر كامل. نعم. تمام ماشي حاضر. بس دي بتاعت ودان عادية. كان هو عامل الكلام، الحاجات دي كلها من زلزال يا جماعة. سبق وعملت مشتريات من عنده وانتوا عارفينه، وليه صفحة على الفيسبوك. كنت حابة اصور لكم، حتى صورت وانا رايحة جزء كده، ممكن الزقه مع الفيديو ده، احتمال ادمجه مع الفيديو ده. بس ما عرفتش اصور هناك، زحمة بشكل مش ممكن، زحمة جدا 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 جدا. وكويس انا ما خدتش ابني وما خدتش حد من ولادي صراحة. بتاعت الودان العادية ب5 جنيه، بس هو كان عامل واحدة فيها تقريبا 200، دي فيها تقريبا 100 حاجة كده. كان عامل واحدة فيها 200، كانت ب7 جنيه. فانا ما لقيتش ام 7 طبعا لازم تخلص بس لقيت ام 5 فجبت منها، انا بحتاجها كتير. ده بقى والاهم، انا كنت رايحة جاية عليه. يا رب لما هفكه واعمله ده، اللي هو الترولي اللي بيبقى ملائم في اي مكان تحطيه، ممكن اي مكان صغنن كده يدخل فيه. فدوت 4 رف او 4 دور، دوت ب115. ده انا بقى سألت عليه امبارح هنا في فيصل، لقيته بيقول لي ب150، والتلاتة ب120. فبصوا الفرق، ده ب115 الاربعة، بصوا الفرق 35 جنيه. فالفرق في الاسعار صراحة جامد بجد يعني. بس فانا ان شاء الله انا محتاجاه للتويلت، مش محتاجاه للمطبخ. ممكن فيما بعد ابقى عايزه واحد للمطبخ، بس مش اساسي بصراحه، انا محتاجاه اكتر للتويلت. تمام. ده لما افتحه هوريهولكم. زي ما انتم عارفين انا دي مصافي عاديه، بس حلوه وخامتها حلوه جدا. بس دي مش من عندهم، دي من عندي من فيصل هنا عادي من عند البيت. دول كانوا ب37.5. دول عادي انا محتاجاهم في البيت، يعني محتاجه اكتر من واحده يعني. بس الفوطه دي حاولت، كانوا منزلين منها اللي هي الصفايه ديت، بس نسيتها من كتر ما بنتي كانت عماله تعيط، وكل ما اتصل اطمن عليها الاقيها بتعيط، فكنت مستعجله وعايزه اجيب وامشي. تمام. دي بقى حاجات كنت جايباها وانا رايحه، لقيتها في محل تاني اسمه هوم سنتر. ده على الهرم، ما بين الطلبية وما بين ال20، ما بين الطلبية هرم وبين الطلبية 20. هتقولوا لي ده موجود برضو في زلزال وانا جبته قبل كده. ايوه فعلا موجود، وجبته كان ب10 جنيه. بس بصراحة الخامة بتاعته ما كانتش بالجودة دي. انا جايبة 2 اساسا من هنا من عندي من فيصل قبل ما اعرف الزلزال وقبل ما اروحه. كان الواحد ب15. انا لقيته في هوم سنتر ده ب12. فقلت وفر 3 جنيه عما انا كنت جايباه، والخامة افضل من اللي عند زلزال. بس للأسف رحت وزعلت ان في زلزال كان في نفس دوت ونفس الخامة احلى يعني من اللي كانت عنده قبل كده، وبرده ب10 جنيه. فاتضايقت قوي بس ما علينا يعني. دي بقى هوريها لكم دلوقتي. دي علبة كده منظم، هفتحها واوريها لكم. طب خليني اوريكم الحاجات السهله. دول علب تلج، واحلى ما فيهم بقى ان هما بغطيان. تمام. بس انا مش عارفه لسه هستخدمهم ليه. انا مش هستخدمهم للتلج يعني، ممكن استخدمهم اعصر فيهم ليمون. في حاجات كتير تانية بتبقى محتاجه تشيليها في علب زي كده، فانا حبيتهم يعني. دول 2 ب15 جنيه. تمام. انا كده جبت حاجات من المكانين. دي مناديل اطفال كده للعيد ميلاد للاطفال لاي حاجه. دول مش عارفه كام منديل بصراحه. دول ب17.5. عجبوني قوي، اللي هي المناديل اللي ما بتفرولش دي. تمام.
دي بقى اللي كنت عماله ادور عليها والحمد لله لقيتها اهي، اللي هي بتاعه الاعشاب بتاعه بس انا غلطت غلطه بعد ما مشيت وسبت المحل بصراحه. قلت ما جبتش ليه واحده تاني. هي بتتفتح كده اهي، تفتح كده وتحطي الحاجه اللي انت عايزه تحطيها، حبهان بقى، ورق لورا، الحاجات ديت، المستكه، الحاجات ديت، او الكبابه الصيني وتقفلي كده. استني عشان هي ليها ماسكه معينه، تقفلي كده وبتحطيها وتعلقيها في الحله من بره، وهي كده بتبقى بتاخد في الشرب. بس انا كنت المفروض اجيب واحده تانية للاعشاب عشان انا بعمل اعشاب كتير، فكان المفروض اجيب واحده للاعشاب. الاعشاب اكتر حاجه بتغلبني يعني، فما فيش مشكله، هبقى لما اروح هبقى اجيب واحده تاني. دي كانت ب 18 جنيه تمام. دي بقى بصراحه مش فاكره قوي بكام. ده منظم مناديل مع ايه، اللهم ذكرني، كده هفتحها فاوريها لكم اهو. بتفتح فتح كبس كده، ما علينا، هي بتتفتح كبس. هنا المناديل هتسحبي، وهنا الريموتات تمام. دي مشكلتنا، الريموتات بتقعد تتوه مننا وما بنلاقيهاش. روح لسيلا يا احمد. وهنا تحطي بقى الموبايلات كده. دي هحطها في اوضه النوم جنبي على الكومود، فحلوه وعجبتني، ولونها اوف وايت تمشي مع اوضه النوم بتاعتي، الالوان بتاعتها بس. ودي كانت المشتريات تقريبا 35، ده اللي انا فاكراه. لان المحل ده ما ادينيش رصيد عشان يعني النت عنده مش موجود فاصل وكده، فما اداناش رصيد. فدي كانت المشتريات بتاعتي النهارده، يا رب تعجبكم. لسه هيستنوا بقى مني فيديو تاني لهدايا عيد الام تمام. بس وده دي المشتريات اللي انا جبتها النهارده وقلت اوريها لكم. يا رب تعجبكم، يا رب تستفيدوا من اي حاجه من اللي انا بقدمها. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اروح الحق سيلا بقى احسن هتموتنا.